هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 13 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، وضمن متابعتنا لأنشطة ومهام المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي يسرنا أن نقدم لكم وضمن برنامج متابعات المقابلة التي أجراها الزميل أحمد الشريف مع الأستاذ محمد علي الشعب رئيس المجلس الإقليمي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، ويتناول معه في المقابلة الاستعدادات لعقد المؤتمر الثاني للمجلس في السويد. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. اجتماعات ونقاشات مكثفة قبل انعقاد مؤتمر المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أبريل المقبل. الخطوط الجوية الإثيوبية توقف استخدام طائرة البوينغ 737، والرئيس الفرنسي يبدأ جولة أفريقية من القرن الأفريقي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. أكد السيد محمد علي الشعب رئيس المجلس الإقليمي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أستراليا بأن المجلس سوف يعقد مؤتمره الثاني في أبريل المقبل في السويد، وقال بأن اجتماعات مكثفة عقدت في مختلف المدن الأسترالية لمناقشة أوراق العمل المقدمة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وركزت الأوراق على تجاوز حالة الانقسام والتشرذم في العمل السياسي المعارض، إضافة للتطورات الجارية في إريتريا خاصة بعد اتفاق السلام مع إثيوبيا. وحول الموقف من إثيوبيا التي استضافت المؤتمر الأول للمجلس، قال السيد شعب بأن وجود المجلس في إثيوبيا عرضه للتدخل في شؤونه من قبل الدولة المضيفة، وهذه المشكلة سوف تواجهنا عند اختيار أي دولة من دول الجوار لعقد المؤتمر. لذلك اختار أعضاء المجلس عقد المؤتمر الثاني في بلد ديمقراطي ومحايد كالسويد، واعتمادا على الموارد الذاتية صونا لعمل المجلس من التدخلات. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا اللقاء الذي سوف نقدمه لكم بعد نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن أنها أوقفت استخدام طائرات البوينغ 737 ضمن أسطولها التجاري، وذلك بعد تحطم طائرتها التي سقطت صباح يوم الأحد الماضي، وأدت إلى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 157 راكبا. وخيم الحزن على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تم إعلان يوم الاثنين الماضي يوم حداد وطني على أرواح الضحايا. وذكرت الخطوط الجوية الإثيوبية بأنها قررت وقف استخدام هذه الطائرة اعتبارا من 10 من الشهر الجاري وحتى إشعار آخر. وأكدت الشركة بأن هذا الإجراء هو إجراء احترازي، وكان هذا الطراز قد شهد تحطم عدة طائرات له مملوكة لعدة شركات عالمية منذ عام 2010 وحتى الآن. يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم قادة الاتحاد الأفريقي، وذلك لبحث التعاون بين فرنسا ودول الاتحاد. وكان الرئيس الفرنسي قد بدأ جولته بزيارة رسمية إلى جيبوتي، التقى فيها الرئيس إسماعيل عمر جيلي وغادرها إلى إثيوبيا، ومن المتوقع أن يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا، حيث سيوقع على عقود استثمارية بقيمة 3 مليارات يورو. وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي الذي زار باريس العام الماضي، وطلب من فرنسا ممارسة ضغوط دبلوماسية على جيبوتي من أجل الموافقة على رفع العقوبات الأممية عن إريتريا. على صعيد آخر، حيا الرئيس الفرنسي قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة، قائلا بأن فرنسا ستعمل مع الجزائر بغرض تحقيق انتقال سلمي وديمقراطي قائم على التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها.
اجتماعات ونقاشات مكثفة قبل انعقاد مؤتمر المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أبريل المقبل. الخطوط الجوية الإثيوبية توقف استخدام طائرات البوينغ 737، والرئيس الفرنسي يبدأ من القرن الأفريقي جولة في أفريقيا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس نلتقيكم سادتي في حلقة من برنامج متابعات، ونتابع في حلقة اليوم سادتي الاجتماع الأخير لفرع المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي فرع أستراليا، واستعداداته لعقد المؤتمر الثاني للمجلس في السويد الذي سيلتئم في الشهر المقبل إن شاء الله. معنا للحديث عن الاستعدادات وكيف يبدو فرع الإقليم أي إقليم أستراليا ليتحدث لنا الأستاذ محمد علي الشريف شعب، رئيس الإقليم أي الرئيس الإقليمي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك في إذاعة إرينا الدولية من باريس. أهلا وسهلا بكم. إرينا طبعا إذاعة عزيزة علينا وغالية في نفسنا، يعني كل مرة تنقل الحقيقة والواقع الموجود في اتجاه المعارضة بالتساوي. يعني بخصوص نحن طبعا المرحلة دي بالذات كانت مرحلة إعداد بشكل بعد المراحل اللي مر بها المجلس. في خلال عام ناقشنا العديد من الأوراق عن تجربة المجلس، عن الوضع القائم في إريتريا، أشياء عديدة ومتعددة. فيعني بلورنا كل التطورات اللي كانت موجودة، وقدرنا نحسم وقرأنا كل الأوراق المرسلة يعني من قبل اللجنة التحضيرية، والجماهير ناقشتها بشكل إيجابي وبشكل عميق جدا. فنتمنى يعني أن تخلل كل لقاءاتنا اللقاء القادم والمؤتمر القادم يعني بالنجاح. يعني طيب أستاذ محمد، في توصيات حترفع من هذه اللقاءات، في توصيات رفعت وحتصل المؤتمر، وهي في النهاية توصيات تصب للصالح العام، يعني جميل. في تقوية المعارضة، في تهيئة الوحدة الوطنية بين الفصائل المعارضة، يعني الانفتاح على الجماهير الإريترية بشكل أساسي، لأنه في نوع نتيجة الانقسامات، نتيجة الخلافات، نتيجة الصراعات، نتيجة تعدد الفصائل، يعني هذه الجماهير أصبحت يعني في حالة من الحيرة. فالمجلس الوطني يعني حيستوعب كل هذه الحالات بشكل إيجابي وبشكل سلس إن شاء الله. يعني جميل. أستاذ محمد، كم اجتماع عقدتوا خلال الفترة للوصول إلى الاستعداد للتوجه إلى السويد في أستراليا على سبيل المثال في الإقليم؟ يعني هو المرحلة نحن قد لا لها حصر، لكن كانت اللقاءات تتم بشكل شهري في جميع الأقاليم، والبرامج كانت تناقش، والمرحلة كانت دقيقة جدا. فاستمر الزهاء لقاءات متعددة في كل شهر، في كل أسبوع. اللقاءات كانت موجودة بشكل مستمر، لأنه الأوراق كلها بتحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى مناقشة دقيقة جدا وطريقة هادئة. يعني مثلا طريق الخروج من الأزمة الداخلية أخذت مننا وقت. الوضع الإريتري بالذات يعني والموجودة في إريتريا كمان ومناقشته والإقرار بالوضع، يعني الوضع الحلول للمشاكل الموجودة أخذت مننا وقت. فاللقاءات كانت كبيرة جدا، لا أقدر أحصرها في كل أستراليا بصفة عامة، في كل المدن الأسترالية. وقيادة الأقليم كانت واضعة الخطة الخمسية، الخطة بالتحديد، وهذه الخطة حتنتهي في ملبورن إن شاء الله يوم 16 مارس، لأنه آخر يوم فاينل داي هو ده حتنتخب فيه الوفود اللي حتشارك في المؤتمر القادم. يعني جميل. طيب الوفود المتوقع مشاركته في المؤتمر الثاني تقريبا الدين العدد كده، بما فيها عضوية المجلس والجهات المساعدين أو المتعاونين؟
أعداء المجلس من الطبيعي حيكونوا موجودين هم أعضاء مؤتمر عمان. أي عضو مجلس في أي مكان موجود حيكون هو عضو مجلس أو عضو مؤتمر هو وحيشارك. أول أعداء الأشخاص اللي حينتخبوا شخصيات مستقلة تؤمن بالبرامج بالثوابت الوطنية للمجلس الوطني وإقرار يعني وثيقة أواسا. هؤلاء الناس هم اللي حينتخبوا من قبل الجماهير، يعني من قبل العناصر اللي تنتمي للمجلس الوطني اللي ما لها أي انتماء تنظيمي أو جماهير بصفة عامة، سواء من الرجال السن والشباب والمرأة وكذا. فديلهم محل اللي حيحصل فيه انتخابات يعني. جميل. فيما يتعلق تفضل بالنسبة للقوى السياسية، فكل واحد يعني أخذ الكوتا بتاعه زي ما تقول اللي حتشارك، ومحددة هي ومقننة، فما تقدر تخترق أي واحد حيجيب. أما الجماهير فلها يعني كل الناس اللي قاعد تنتخب سواء في أمريكا في السودان فينا، فديل هم القوى المستقلة اللي ما عندها تمثيل سياسي هي اللي حتشارك في جميل جميل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع، لا زلتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس، والمتحدث إليكم هو السيد رئيس المجلس الإقليمي في أستراليا للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، الأستاذ محمد علي شعب، اللي بيستعرض لنا استعدادات المجلس للمؤتمر الثاني الذي سيعقد في السويد. وبهذه المناسبة النقلة الكبيرة أنا في تقديري يعني بدلا عن الخارطة الإثيوبية، أو إثيوبيا كانت دائما كمفردة موجودة في فعاليات وحراك المجلس، الآن تقريبا مع التغيرات اللي حدثت في المشهد العام الإريتري الإثيوبي المنطقة عموما، التوجه إلى السويد. بتقديرك لماذا تم اختيار السويد؟ أول طبعا دولة المقر بالتحديد إثيوبيا في الفترة السابقة يعني ساهمت بشكل وبآخر يعني في التدخل في الشؤون الداخلية للمجلس، وفي نفس الوقت بشكل وبآخر يعني ما بالتحديد. فالمشكلة الموجودة هو عندنا نحن يعني السويد، السودان، الدول المحيطة بإريتريا يعني أصبحت ما بتعامل معنا بالشكل اللي كنا نرجاه يعني. فقرارنا السويد هو نتيجة أول حاجة طبعا في إثيوبيا الآن في الوقت الحاضر ما يسمح لنا النظام القائم أنه نتحرك كما نريد ونتخذ قراراتنا كما نريد، ولكن زي ما قلت لك دول المقر أصبحت مشكلة بذاتها يعني. لأنه ما تقدر تتخذ فيها، حتى الجماهير الإريترية ما تأخذ فيها النفس الديمقراطي، القرارات القوية، الرسائل القوية اللي تقدر توصلها، لأنه في تدخلات قريبة موجودة، في حاجات موجودة. فنحن ده خيارنا اخترناه، والدولة السويد هي المكان المناخ الديمقراطي، الجو الديمقراطي نتخذ فيه ما نراه مناسب. يعني ما حيكون عندنا دعم من الدولة المضيفة، لكن حيتاح لنا الفرصة اللي نقدر نعبر فيها، اللي نقدر بدون تدخلات بدون أي حاجة حتحصل أشياء كثيرة. طيب يعني نتوقع بما أنه حيعقد المؤتمر في جو كامل من الديمقراطية والحرية، تفتكر أنه المجلس حيدخل مرحلة جديدة بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها إريتريا سواء كان داخليا وخارجيا؟ نحن أكدنا، أنا أمس كنت أتكلم في النقطة دي بالذات. هي نقلة نوعية، هي نقلة نوعية يعني بالتحديد. هي رسالة واضحة حول كل أحداث اللي قاعد تمر بها إريتريا، رسالة واضحة للنظام الإريتري إنه الشعب الإريتري لا زال يتمسك بسيادته، بأرضه، بكيانه، ونحن نطالب بإقامة الدولة القانون والعدالة. نحن نضالنا كله عاوزين نأسس دولة يعني تأمن الأمان والاستقرار لشعبنا يعني. فالنظام اللي قاعد نطالب به يعني لابد أن يكون، لذلك نحن بنعتبرها هي نقلة نوعية في الوحدة، نقلة نوعية في الفكرة، خلق جيل جديد يتسلم السلطة، عناصر واعية تقود هذا المجتمع من الحالة بتاع الكآبة الموجودة ومواجهة النظام. أنا في اعتقادي كل المعارضة الآن على استنباء وقاعد تشوف إيش اللي هيحصل في المؤتمر، لأنه المجلس الوطني يمثل الغالبية العظمى من المعارضة، ويعني
والنقلة النوعية دي هي نتائج أنا أتوقعها تكون إيجابية جدا، والناس متفهمة الواقع الموجود، وحتدع استراتيجية جديدة في كيفية مواجهة النظام، في تعريف الدفاع عن الاستقلال إريتريا، الدفاع عن إريتريا، عن الأشياء اللي قاعدة تطرحها إثيوبيا وأبي أحمد وبيتحرك وتوقيعات خارجية وإلى آخره، وعدم احترام سيادة الدولة الإريترية بحد ذاته هذا بيجيب أشياء. نحن حنواجه بكل ما نملك، حنضع أرضية جيدة وأرضية يعني حنفتح على كل قوى المعارضة وعلى الناس، أي شخص معارض حنستوعبه وويلكم يعني مفتوح ويناقش وكل حاجة، لكن وفق يعني آلية محددة ودعناها، إنه اللي عاوز يشارك لابد أن يكون يعني معترف به، أن يكون معروف، أن يكون له قاعدة، له يعني حتى أدبياته يعني ما تمثل السيادة الإريترية والقانون وسيادة القانون في دولة إريتريا. جميل جميل. ولكن أستاذ محمد خلينا نتحدث باسم المستمعين وتوقعاتهم، وبرضو يعني مواقفهم من ما يسمى بالأحزاب والتنظيمات السياسية. أستاذ محمد، ما هي بشائر التغييرات اللي حتكون في المجلس القادم مثلا؟ بمعنى أنت أشرت إنه الجيل الجديد لا بد أن يتسلم المهام، فما هي بشائر التغييرات القادمة في تصورك؟ هو الكل قاعد يبحث يا أستاذ أحمد، الكل قاعد يبحث عن آلية التغيير. اليوم نسبة الناس اللي قاعد تدعو بآلية التغيير هم كسر وما أصبح اليوم محدد، لكن الشيء المنظم والإيجابي هو بيدي لنتائج إيجابية. المجلس الوطني هو شيء منظم ومؤسسة تتمتع بآلية قانونية، وممكن تقدر من خلال هذه المؤسسة نبني يعني أنا متفائل، لأنه الجماهير الإريترية التفت حول المجلس، دعمته يوم وليلة. هذا المؤتمر قاعد يعقد بإمكانيات ذاتية بحتة، ما في أي دعم خارجي، ما في وقوف دولة الجوار، ما في واحد قدم لنا مثلا في الوقت الحاضر قاعات زي ما كانت تقدم لنا القاعات والتسهيلات الممكنة وإلى آخره. يوم الليلة هذا المؤتمر قاعد يعقد بإمكانيات إريترية 100%، ما عنده أي. من هذا المنطلق أنا في اعتقادي أن المرحلة دي هي مرحلة التغيير الجذري للعقلية اللي كانت موجودة، وعلى كل إنسان وطني أن يلتف حول حضور الجماهير متاح لها أنه تحضر المؤتمر؟ هو زي ما قلت لك، الجماهير هنا في استراليا انتخبت لا الموجودين مثلا دارين يجوا على طريقتهم يعني. لا ما اظنش ما حيكون. طيب نجي لاريا محدده لناس محدده منتخبه حتناقش قضاياها وكل حاجه، لكن لا يسع. ممكن في يوم الافتتاح احتمال الناس الموجودين هناك في المنطقه محضرين مثلا ناس كثار، لكن الوفود المنتخبه من الجاليات الاريتريه في العالم كله حتكون موجوده وحتساعد. انا اتوقع اجتماع تحضير يعني. الناس تتوقع حضور كبير حيجي من امريكا، من استراليا، من اوروبا، من كل دول العالم، من السودان. حتشوفوا مشاركه جيده جدا. وفودنا حتصل من الجماهير الموجوده في اثيوبيا، في السودان واستراليا وكل الدول العالم يعني. جميل. ما يعيب العمل المقاوم او المعارض عموما انه لا ترافقه حركه اعلاميه وتغطيه بالمستوى المطلوب. وواحدة من إشكاليات المجلس مثلا في الفترة السابقة مع كل الحاجات اللي ذكرتها أنه ما كان في آلية إعلامية توضح الحقائق والواقع الموجود بالنسبة للمجلس، ابتداء من عقد المؤتمر الثاني، ثم يعني إكساب الجماهير أو نشر المعلومات ومخرجات المؤتمر، ثم كيفية عرض وعكس أنشطة المجلس إلى الأمة الإريترية. هل هنالك خطة إعلامية تتوافق مع منطلقاتكم الجديدة وفق التغييرات اللي أنت قاعد تعد بها المستمعين؟ طبعا الخطة الإعلامية حتكون موجودة. طبعا الشيء الإعلام أنه لابد أن يكون عندنا خطة إعلامية، حيكون عندنا خطة اقتصادية، حيكون عندنا خطة خارجية، كيف نخاطب دول الجوار، كيف نخاطب الأمم المتحدة، كيف نخاطب يعني
المؤسسات القانونية زي هذه لابد عاوزين تركيزنا الأساسي حيكون في هذه الجهات، يعني الجهات القانونية والجهات الأممية اللي حتعترف بندالات الشعب الإريتري، لأن إحنا كل ما عاوزين نقر إنه دولة القانون في إريتريا يكون هناك في دولة دستورية في إريتريا، يعني إعلاميا حيكون عندنا تواجد، لأنه كل الحاجات دي هو بيعكسها الإعلام. لا وأزمتنا نحن في الواقع الإريتري دائما هي أزمة إعلامية، الناس ما بتملك المعلومات الحقائق. والله خلينا نقول بصراحة، سواء كان حكومة أو معارضة، يعني كيف ستعالج المجلس ده، كيف سيعالج معلوماته وعلاقته بالجماهير إعلاميا؟ ما هو زي ما قاعد أقول لك، يعني نحن نتوقع إنه نحن حنعمل ما حنبلور بإمكانياتنا الذاتية وفق القنوات الموجودة، جماهيرنا قاعد نلتقي بها وكنا نشرح لها كل التطورات الموجودة وعلى علم وإلمام كامل يعني. فمثلا نحن الآن بنلتقي بإرينا بكل الإذاعات موجودة معنا وقاعد نناقشهم وننورهم بكل شيء يعني. فأنا في اعتقادي إنه حيكون في خطة مضبطة وإعلامية موجودة مرصد إعلامي. هل تعد المستمع إنه ينبغي للمجلس أن يكون له مرصد إعلامي، واجهة إعلامية؟ حتكون له واجهة إعلامية 100%، متأكد أنا 100%. لكن هذا الشيء بيحتاج إلى قاعدة، يعني زي ما تقول، يعني القاعدة حتتبنى في المؤتمر، حتكون في واجهة إعلامية، في واجهة قانونية، وهذه المسائل تحتاج إلى مادة كمان، إلى دعم أساسي من صحيح. نعم. ولكن دائما أنت عارف لما يكون في إعلام بيعكس حتى آراء الناس، بدل تكون على الجلسات الخاصة والحديث والهمس واللمز والحاجات والغمز، يعني في نفس الوقت يكون في مراصد، يعني تتلقى رسائل ومواقف وانطباعات الناس ثم تخرج بخطة إعلامية. من الأشياء الطبيعية أي مؤسسة، أي منظمة سياسية لابد أن يكون عندها الإعلام، فالإعلام هو وسيلة الإيضاح ووسيلة الإيصال لكل شيء أنت قوة. نعم. فنحن يعني الآن قاعد نتحرك وقاعد نناقش فجماهيرنا الإعلام، يعني الإعلام الإريتري سواء الموجود قاعد يتناول في خلال الويب سايت، قاعد نعمل الأنشطة بتاعتنا موجودة. جميل. الآن نتوجه إلى الداخل برسالة واضحة من الرئيس الإقليمي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي في أستراليا. أستاذ شعب، ماذا تعد المقاومة الداخلية؟ إنه ما هي الرسائل التي ينبغي الإشارة إليها في هذه المقابلة ونحن على مشارف الانتهاء؟ كيف تنظرون إلى الداخل؟ ما هي الرسالة التي توجهونها إلى الداخل؟ نتوجه إلى شعبنا في الداخل وأقول له أنه أولا نحن قاعد نعمل كل جهدنا بكل جهدنا وبكل طاقاتنا عشان يعني الواقع الموجود في إريتريا يتغير يعني. وشعبنا الصامد في إريتريا متفهم معنا وعلى اتصال بشكل مباشر بشكل إيجابي موجودين، وعلى قنواتنا الاتصالية موجودة معه وقاعد يتابعنا بكل الوسائل. وفي عدة رسائل وصلت، رسائل دعم موجودة وصلت من الداخل ونحن كمان نشيد بها، وعلى يعني ونحن كمان عارفين إن هم يعني الواقع اللي كنا نعاني منه والنظام أصلا وتشبثه واستخدامه لكل أدوات القمع اللي كان موجودة إن شاء الله حتزول في إريتريا وحيكون مستقبلنا باهر ويعني وحننتصر بإذن الله. هذا جميل. ورسالة إلى إثيوبيا مثلا، خلينا نقول سواء كان نحن لا نتحدث عن الشعب، علاقات الشعوب هي موجودة، ولكن إثيوبيا الرسمية وما تقوم به من توقيعات واتفاقيات وما إلى ذلك، رسالة من المجلس للقوى السياسية في إثيوبيا سواء كانت حاكمة أو مؤتلفة مع النظام أو واقفة كمان هي بتتأمل المشهد وتنظر إليه من على القرب يعني. كنا نتمنى من القيادة الإثيوبية أن تعد درس بشكل جيد يعني. لأنه نضال 30 عاما من النضال أن الشعب الإريتري أكد أنه هو عاوز له كيان مستقل ودولة مستقلة وذات السيادة. هذه التضحيات وهذه الدولة جاءت من خلال تضحيات الشعب الإريتري ومعاناة الشعب الإريتري. السياسة فرقي لم يمنحها هذه المؤامرات والدسائس اللي قاعد يعمل بها سياسة فرقي مع إثيوبيا والتسهيلات وإلى آخره. في النهاية شخص لا يملك الحق، شخص لا يملك الحق. فنقول القادة الإثيوبيين إن ينتبهوا للتاريخ يعني. فلا زال الشعب الإريتري يتمسك بالاستقلال، ونحترم أي إنسان عاوز يجينا بالبوابة الصحيحة وبالطريقة القانونية، فنحن
إثيوبيا دولة جارة نتعامل معها، لكن يعني استحواذ على إريتريا والتحدث باسمها فهذا شيء مرفوض مطلقا ولا نؤمن به أبدا. يعني ولدول المنطقة دول المنطقة، شوف هو المشكلة الموجودة نحن كلهم نعزهم يعني ونحترمهم. السودان له مكانة عندنا، السعودية عندنا مكانة، كل الدول هذه دعمونا ووقفوا معنا، لكن بصفة خاصة في دول ما وقفت معنا زي كينيا مثلا. يعني الرئيس الكيني لما يجي إريتريا ويتكلم عن قضايا بتاعت إريتريا، عمره كينيا ما وقفت مع إريتريا. يعني الدول يعني نتكلم السعودية لما تتكلم السعوديين وقفوا، قدموا لنا التصيلات، عملوا لنا أشياء كثيرة عملوها في أيام الثورة، والآن كمان بيعتقدوا أنهم قاعد يدعموا الشعب. لكن المجلس الوطني من خلال الآلية الجديدة والأسلوب الجديد حيتعامل معهم، وعندنا أصدقاء في هذه الدول وحنتكلم معهم وعلنا علاقات قوية كمان. يعني جميل جميل. نحن في إذاعة إرينا الدولية من باريس عزيزي المستمع نتمنى النجاح والتوفيق والخروج بقرارات وتوصيات ورؤى واستراتيجيات قوية جدا جدا تدعم الواقع الوطني وتعجل من الوصول إلى انفراج سياسي اقتصادي ثقافي لإريتريا. باسمكم جميعا أشكر الأستاذ محمد علي شعب الرئيس الإقليمي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي فرع أستراليا، حديثي في إذاعة إرينا الدولية من باريس قبيل انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس الذي سيعقد في السويد في شهر أبريل المقبل. كان معكم في المقابلة أعزائي المستمعين محدثكم أحمد شريف، مع تحايا زملائي الزميل فتحي عثمان وبنيام سيمون من إذاعة إرينا الدولية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. فيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. اجتماعات ونقاشات مكثفة قبل انعقاد مؤتمر المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أبريل المقبل. أكد السيد محمد علي الشعب رئيس المجلس الإقليمي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أستراليا بأن المجلس سوف يعقد مؤتمره الثاني في أبريل المقبل في السويد. الخطوط الجوية الإثيوبية توقف استخدام طائرة البوينغ 737. أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن أنها أوقفت استخدام طائرات البوينغ 737 ضمن أسطولها التجاري، وذلك بعد تحطم طائرتها التي سقطت صباح يوم الأحد الماضي وأدت إلى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 157 راكبا. الرئيس الفرنسي يبدأ جولة أفريقية من دول القرن الأفريقي. يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم قادة الاتحاد الأفريقي، وذلك لبحث التعاون بين دول فرنسا والاتحاد. وكان الرئيس الفرنسي قد بدأ جولته بزيارة رسمية إلى جيبوتي التقى فيها الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي وقادرها إلى إثيوبيا، ومن المتوقع أن يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل ختام برنامجنا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم جميعا بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.